حكيت معها تقلقيش منى. حكيت معها منى تقلقيش. بالسلامة يا محمد. شكرا. حاليا محمد يسلم حاله. محمد صورة. السلام. محمد بالسلام يا ابو حميد. محمد دير بالك على حالك، سلم على منى. احنا بنصور. أفواهي ولا أفواه بولادي ولا كل شباب القدس وصباياهم مش حيقدروا. حاليا كلنا بنحكي بقصة فلسطين وبقصة الحق الفلسطيني. هم اقتحموا بيتي بطريقة همجية جدا الحقيقة، ودخلوا على غرفتي وأنا نايم. دخلت ست كمان مش عسكرية عشان تشوفني صاحي ولا نايم، ولولا كانت زوجتي وراها وأطلعتها. وبعدين أجت زوجتي فيقتني، لقيتهم 6 5 والله ما بعرف العدد. ويعني ما ضل إلا ياكلونا وما يطلعوا علينا. وبدوروا على محمد، صاروا يدوروا تحت الطاولة وتحت التخت إنه نكونوا مخبيينه إحنا. وبعدين كلبشوا منى، وحتى لما غيرت أواعيها دخلوا وراها شوفوها أحسن تحط دبابة بجسمها. واللي حاصل حتى ما خلوهاش تتغسل أسنانها، وأخذوها مكلبشة على المغفر عشان تبطل تحكي. وفكرهم إن سكتت منى أهل القدس حيسكتوا، حيضل الشباب والصبايا بالقدس يحكوا عن القضية الفلسطينية وعن السرقة الإسرائيلية لأراضينا. شو التهمة اللي اعتقلوها عشانها؟ هو لغاية هلا ما فيش تهمة، بس التحليل إنه تسكير أفواه. ما بصير تحكي ولا تصوري، انت هون تحت امرنا، احنا الاسياد وانتم العبيد. هيك هم بدهم ايانا، وهذا الحكي مش حيصير ان شاء الله. حنضل اسياد في بلادنا واصحاب بلادنا، وهم اذا حبوا يضلوا عنا بيكونوا ضيوفنا، انما لازم يطلعوا من بلادنا.